السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم رجعت معكم فيديو جديد. غادي نحضر معكم واحدة من أشهر الحلويات المغربية، كعب الغزال أولا الكعب كيف ما كنقولوا له باللهجة ديالنا. كيجي معلك ولذيذ في المذاق وحتى الشكل ديالو كيجي أنيق. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنايا عندي نص كيلو د اللوز مسلوق، خليته ليلة كاملة ينشف، ودابا غادي نطحنو الطحنة الأولى. من بعد ما طحنته غادي نزيد عليه 200 غرام السكر، واللي كيبغي الحلاوه يعمل 250 غرام. من بعد غادي نرجعو نطحنو الطحنه الثانيه باش كيتخلط داك السكر واللوز مع بعضيتهم، وكيرجع عندي الخليط متماسك بحال هيدا كما كتشوفوا معايا. يقدر يتحربل وما كيتفرتتش. من بعد ما طحنا اللوز مزيان، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي مجموع. غادي نضيفو له المنسمات ديالو اللي كطيلو ديك النكهه المتميزه داك الكعب. غنعمل معلقه صغيره د القرفه وشويه د المسكه حوره وجوج معالق الزبده مذوبه باش الخليط يجي رطب. من بعد غادي نعمل جوج معالق د المزهر. المزهر كيعطيه ديك النسمه مزيونه داك الكعب. غنخلطوا مكونات مع بعضيتهم وغادي نبقاو ندلكو في اللوز مزيان باش العجينه تجي رطبه والنكهات كامله تدخل فيه، وباش يرجع الخليط ديالي متجانس ويكون واجد باش نعمر به الكعب. وهيدا باش ملي كنجيو نحربلوه ما كيتهرش. هيدا كيف ما كتشوفوا معايا. بهاد الطريقه هذه غيكون ساهل في التشكيل. غادي نكورو وغادي نغلفو بواحد بلاستيك وغادي نخليه وندوزو باش نحضروا العجينه. غنحتاجو نص كيلو د الطحين وجوج معالق سكر كلاصي. غادي نغربلهم مع بعضيتهم باش الا كانت شي كتله د السكر ولا د الطحين فيهم غادي تحيد. نعمل قبيصه د الملح ونص كاس الزبده مذوبه، وغادي نبقى نبسبس مزيان ديك الزبده مع الطحين. غنبقى ندخل ديك الزبده مع ديك الطحين. وهانتوما معايا هاد القياس هذا اللي عملت نص كيلو د اللوز، يلاه كيجي هو هذاك مع نص كيلو د الطحين. المهم مقادير غنخليها لكم مضبوطه في صندوق الوصف. غنزيد نص كاس د المزهر وغادي نكمل تجميع د العجينه بالماء عادي، ما غنعجنهاش كامله بالمزهر باش الورقه ما كتجيش قاصحه بزاف. غادي نعجنها مزيان باش كتجي سهله في الخدمه، وإلا كانت عندك الماكينه عجنها فيها يكون احسن. خليكم معايا. صافي كنبقاو نجمعوا العجينه، حنا كنجمعوا فيها وحنا كندلكو حتى كنحصلوا على واحد العجينه رطبه. ها هي شوفوا معايا كيفاش حصلت عليها. ستكون مطاطيه رطبه في اليد باش كيسهل علينا نغلفوا الحشوه، ولكن ماشي جاريه، نخليوها شويه شابره في راسها. غنكوروها ونخليوها ترتاح وندوزو باش نحربلو عجينه اللوز. دابا غنكور اللوز على شكل صبيعات ويكونوا قد بعضيتهم تقريبا، ماشي ضروري نوزنهم، غير نحاولوا نجيبوهم متقاربين في الوزن باش يجيو كعيبات متناسقين، ماشي شي كبير شي صغير. غادي نغطيهم بالبلاستيك باش ما كينشفوش وندوزو للعجينه بعد ما ارتاحت، وديك الساعه نبداو نشكلوا الكعيبات ديالنا وحده بوحده. وها هي العجينه بعد ما ارتاحت. غادي نقطعوها طريفات وغادي نحربلهم على شكل طولي ونرجعها في داك البلاستيك اللي كانت فيه. في نفس الوقت غادي تزيد ترخى باش ملي نجي نطلقها غتسرح داغيه ومتبقاش يتجمع. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله العجينه مرتاحه وداغيه كتمشي مع المطلق. غنبقاو نورقوها. هيدا عيب المطلق، انا الصراحه ما كنستعملش الماكينه. غادي نبقى نطلقها وغادي نرققها مزيان حتى كترجع رهيفه باش الكعب يجي فتي وما يجيش العجين غلب على اللوز. دابا غنبقاو ننزلوا ديك الصبيعات د اللوز ونبداو نلمطوهم بديك العجينه ونبقاو نرسموا ديك التقويصه الهمويه ديك عيبه ولا الشكل الهلالي المعروف ديك الكعب.
ومن بعد نحيدو الا كانوا شي فقاعات باليبره ونقطعو بالجراره. صافي ملي قطعناها غادي ننزلوها فوق شي طبيصل هيدا باش يسهل علينا النقيش. من بعد نجيبو منقاش ونبداو نقشو. غنبداو نقشو نقيشه قدام ختها وحده على وحده سنه فوق سنه باش ملي كطيب كتبقى باينه ديك الزواقه. ونحاولوا نتبعوا تقويسه الكعيبه من القنت للقنت والنقاش يكون ديك الصغيورين هذوك اللي كتجيبيهم كعيبه متقونه. ونحاولوا نعملوا الخطيطات ميلين في واحد الاتجاه وملي نرجعوا عاود نقلبوا لاتجاه اخر. وهانتوما معايا شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي نقيشه متابعه. هاد النقش ماشي غير زواق وصافي، هو كيزيد يلصق ديك العجينه مع اللوز. يعني ملي كتسكي على النقشه كيزيد يلصق العجين مع اللوز وكيخلي الكعيبه ملي كطيب كتجي كتلمع حيت ديك السكر كيخرج مع ديك النقشه وكيظهر معسل. وهاد النقيشه اولا هاد الرشمه هو اللي كيعطيها ديك الهيبه ديك الهيبه المغربيه الاصيله ديك الكعيبه. صافي غنكمل معكم هاد الوحيده وهانتوما معايا. صافي ملي كنكملوا النقيشه ديالنا غادي ننزلوه في صينيه. غادي نشبرو بهاد الطريقه هادي كنقلب الطبسيل باش كنحافظ على النقشه ديال الكعيبه وغادي نعملو في الصينيه ونخليه ليله كامله يبات حتى كيتشمع كما كتشوفوا دابا كيرجع قاصح. عاد كنطيبو في الفران على عافيه مهيله 100-150 درجه على حسب الفران اللي عندك. المهم عطيوه الخطر شويه حتى كتشوفوه بدا كيتعسل. هذيك الساعه طفيو عليه. وخليكم معايا باش نمشيو نشوفوا الشكل النهائي الكعيبات ديالنا من بعد ما طابوا. وهذا هو الشكل النهائي الكعيبات ديالنا بعد ما طابوا. كنتمنى يعجبوكم. شوفوا تبارك الله على لون مذهب، الورقه مقرمشه وفتيه والعقده معلكه وميدمه بالنسمه المزهر والمسكه حوره. كعبه هماويه كتحمر الوجه وما كتحشمش مع الضياف. كنتمنى يعجبكم الفيديو اليوم. بالصحه والراحه ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.